حد يقنعني ان اللاعب ده لسه عنده 27 سنه، عدى على كل الانديه المصريه ولسه عنده 27 سنه، ما اعرفش ازاي. اداؤه في الملعب تحس لاعب عنده 40 سنه وكسور كمان، لسه داخل بقى ايه على الاربعينات، لسه بيمس على الاربعينات. الباص بتاعه بيطلع بالعافيه، لاعب غريب، تحس ان هو مجنون عقليا. النهارده كان عامل عزومه ما بين كريم نيدفيد وكهربا، وتحس ان هو تعادى اول لما نزل الملعب، واكل وعايز يروق في الملعب، عايز يروح ياكل بلبن. لاعب مش فاهم فيه بجد والله. افضل اتنين في الماتش بلا خلاف. وامام بيوضح لنا في الشوط الثاني ان هو تعبان ومحتاج استراحه، فياريت كولر الماتش اللي جاي ما يلعبوش ويلعب حد اساسي عشان ما يحصلوش اصابه. يا ريت بقى نفكر. وبصراحه جراديشار ده لاعب رايق، عمال يوزع لنا اسيستات وهدايا، بس اللعيبه كانت باين عليهم معزومه مع قفشه. مش عارف بجد انتوا في دماغكم ايه. الشحات بقى شحات النهارده يا جماعه. الشحات ما كانش بيقدم لنا كوره النهارده، كان شحات فني، مفيش اي كوره. وبيأكد لنا ان بن شرقي كانت صفقه لازم تيجي بصراحه يعني. افضل ثلاثه في الفرقه حتى الان بصراحه، اول واحد امام، بعديه جراديشار، بعديه العش صراحه.